السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. متتبعي قناتي وتحسنا فيديو جديد. والفيديو ديالنا ديال اليوم ان شاء الله بغيت نصاوب واحد الكيكه اللي هي كتجي زوينه بزاف، وبغيت نشارك معكم الطريقه ديالي. غنحتاجوا لهاد الكيكه هذه عندي هنايا 2 ديال البيضات، غندير واحد شويه ديال الملحه، وعندي هنايا ساشي ديال الفاني، وعندي هنايا نص كاس ديال سنيده. بسم الله على بركه الله. غادي نبداو هنا ان شاء الله. غادي نجيب الباطور ونبدا نخدم هذيك سنيده مع البيض مزيان حتى يضاعف الحجم ديالو ويتبدل لينا اللون ديال البيض. نبقى نطرب فيها بحال هكا حتى يتبدل اللون ديال البيض ويضاعف الحجم ديالو. هنا كيف كتشوفوا اللون ديال البيض ها هو تبدل ولا ابيض. هنايا غادي نضيف نص كاس ديال الحليب تدريجيا شويه بشويه. انا كنضيف الحليب وهو وفي نفس الوقت طرب في يدي. هنا من بعد ما ضفت الحليب غادي نضيف نص كاس ديال الزيت. نفس الطريقه انا كنضيف الزيت وكنطرب حتى نكمل الزيت اللي عندي. الطريقه راها واضحه قدامكم. وهنايا مني خلطت الخليط عندي هنايا كاس ديال الدقيق، غادي ندير النص ونخلط مزيان مع الخليط ديالي الاولاني حتى نكمل الكاس الاول. وهنايا ضفت داك نص الكاس اللي بقى، وغادي نضيف هنايا واحد الساشي ديال الخميره من وزن 8 غرام او 7 غرام اللي متوفر عندكم. وهنايا ضفت نص كاس ديال الدقيق. هنا عندي مجموع كامل كاس ونص تاع الطحين من النوع الجيد. هنايا جبت هذا المول هذا دهنته بالزبده كيف كتشوفوا باش ما تلصقش لي الكيك، ونخوي فيه الخليط ديالي كامل وغنوزعوه على هذاك المول. ومن الاحسن نوزعوه هكا في جنب باش ديك الكيكه ما تجيناش منفوخه من الوسط، خاصها تجي مسطحه بحال غادي نديرو الجينواز وصافي. كيف كتشوفوا بهذه الطريقه هذه صافي. هنا الفران راه كيسخن، انا عندي هنا الفران ديال الغاز راني درتو كيسخن. غادي نخليها تحمر من التحت من بعد نشعل عليها الفوق. هنا من بعد ما خرجت راها دغيا كطيب دغيا بسرعه كتوجد. هنا من بعد ما خرجت من الفرن كيف كتشوفوا انا درت هذاك العود ديال السنان بطبيعه الحال راه جديد ونظيف. خشيتها خرج العود ناشف، راه هذا كيبان على انها راه الكيكه ديالي هنا طابت. هنا غادي نبدا ندير فيها داك التقيبات بداك الكيغدون باش حيت انا غادا نسقيها. عندي هنايا واحد الكاس ديال الحليب وغادي نبدا نسقي في الكيكه. انا درت ديك المعلقه غير باش نعاون البلاصه اللي ما وصلش ليها الحليب نوصلها لها بهذيك المعلقه. هنايا نخوي داك الحليب على هذيك الكيكه. راها كتجي هائله هاد الكيكه، كتجي رائعه وكتجي خفيفه وزوينه ولذيذه بزاف. هنايا خرجتها من الفرن سقيتها مباشره ما تسناوش حتى تبرد. انا غادي نخليها حتى تبرد. ودابا غادي نمشيو نوجدوا الكريمه اللي غنحتاجوا ليها. هنا كيف كتشوفوا عندي ساشيه ديال كريم شانتي، راه فيه سنيده فيه كل شيء، يعني ما غنضيف لا سنيده لا حتى شي حاجه. وعندي هنا كاس ديال الحليب بارد، الشونتي يكون بارد في الثلاجه والحليب حتى هو يكون بارد. عندي هنا كل شيء بارد. وغادي نضيف هنا واحد الكاس ديال اليوغورت. هنا يكون يوغورت طبيعي، راه هما هذوك الصغار كريمي، يكون ما فيش سكر مسوس. ونضيفو على الخليط ونبدا نطلع هذيك الكريمه كلها. وهنايا غادي نضيف هنا عندي واحد 2 معالق كبار ديال الكريمه ديال البيستاش. انا هنا كنشريها بالعبار بطبيعه الحال. هنا عارف كل شيء كيشريو الكريمه ديال البيستاش بالعبار. 2 معالق كبار ديال الكريمه ديال البيستاش اللي غتعطيها واحد البنه اللي هي جميله بزاف ولذيذه. كتجي لذيذه هاد الكيكه هذه وخفيفه بزاف. ان شاء الله تجربوها وتعجبكم. هنايا غادي ما نخليش الكريمه في هذاك الحك كيف كتشوفوا. نزل الكريمه كلها اللي عندي. وهنا غادي نبدا نطلع الخليط كله. نبقى نخلط الخليط كيف كتشوفوا على الطريقه هذه. نخلطو مزيان.
انتما كيف كتشوفوا يعني ما تبقاوش تخلطوا بزاف بهذه الطريقه هذه. كيجي اللون ديالو لون اخضر لان فيه الكريمه ديال البيستاش. وهنا غادي نبدا نخوي هذاك الخليط فوق الكيك ديالنا هنا بطبيعه الحال من بعد ما برد الكيك، ونوزع هذاك الخليط على فوق هذيك الكيك مزيان. اللي ما عندوش لابوش هادوي يدير غير المعلقه ولا هاد السباتيل ولا اللي كان اللي متوفر عندكم نقضيو به. انا من بعد ما سرحت الخليط كله هنايا فوق سميتو، خديت هنايا واحد لابوش هادوي درت فيها كريمه ديال البيستاش اللي غادي ندير بها من طبيعه الحال تزيين، وغادي نقطعها القياس اللي بغيت باش تخرج لي هذوك الخطوط شويه رقاق. وغادي نبدا ندير الخطوط بحال هكا كيف كتشوفوا. نبدا ندير الخطوط. غادي ندير تزيين ديال الملفي اللي تيكون في الملفي او في الحلوه ديال الجليجه، او مهم هنا راه كلشي كيعرف التزيين ديال الملفي كيفاش كيكون. ونبدا ندير هنا خطوط، وهنايا نشد واحد، هانتوما كيف كتشوفوا عندي واحد العود ديال الشوا، ونبدا ندير الخط بحال هكا غادا خط. من بعد غادي نعاود نرجع حتى باش تعطيني داك الديكور ديال الملفي، داك الشكل ديالو. نبقى فحال هكا حتى نكمل الكيكه كلها اللي عندي. ان شاء الله هاد الكيكه الا جربتوها غادي تعجبكم بزاف، لانها كتجي زوينه زوينه بزاف ورطبه، وراها في نفس النهار تكالت، راها ما بقاتش. يعني بغيت نقول لكم بهذيك الخفه ديالها وبهذاك المذاق ديالها الزوين، يعني ما في نهارها تكالت ما شاء الله. ايوا هنايا غادي نخليوها حتى تبرد، وديك الساعه نقدموها. وهنايا من بعد ما بردت لينا الكيكه ديالنا بطبيعه الحال حطيناها، كانوا جاو الضياف وحطيناها، وقطعت معكم هنا واحد الطريف. نتوما كيف كتشوفوا كتجي زوينه 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 بزاف. كيف قلت لكم راها ما بقاتش كثرت ما هي لذيذه وزوينه. وعندي الغرض في ان هذيك الكيكه ما تكونش غليظه بزاف، يعني منفوخه، تكون غير القياس. وانتم كيف كتشوفوا. ان شاء الله نتمنى هذا الفيديو يكون نال الاعجاب ديالكم، والى فيديو قادم ان شاء الله.